انا النهارده جاي علشان احلل واراجع الحلقه الثانيه من الموسم الثاني من مسلسل هاوس اوف ذا دراجون. بس يا ريت لو انت لسه ما شفتش الحلقه الثانيه ما تتفرجش على الفيديو ده علشان هيبقى فيه حرق كامل لاحداث المسلسل. مبدئيا كده يا جماعه الحلقه كانت كويسه بس كان فيها شويه ملل، وللاسف حاسس ان الموسم كله هيكون كده علشان هو مجرد موسم بيبني الاحداث، يعني مجرد احداث جانبيه كتير بتحصل جنب بعض علشان نشوف فيها ازاي الجانبين بداوا ان هم يكرهوا بعض. مبدئيا كده انا مش حابب موضوع ان كل حاجه في المسلسل بتحصل هي عباره عن الصدفه، يعني مثلا قتل ايمون لابن رانيرا صدفه، قتل دايمون لابن هيلين صدفه، كل حاجه تعتبر صدفه. انا بصراحه ما بقتش حابب الموضوع ده. تاني حاجه حصلت هي مواجهه رانيرا وايمون. بصراحه انا عجبتني المواجهه دي بالذات، ان لما رانيرا سالت ايمون عن اذا كان بيعيدها في الحرب دي ولا لا، وهل هيكون تحت طوعها وبيقبل بيها كالملكه بتاعته ولا لا، ايمون لحد اخر ثانيه ما جاوبش على السؤال ده وخدها في الكلام كده علشان ما يجاوبش. حاجه كمان عرفناها وهي التهور بتاع ايجون، وازاي عزل اوتو هيطور من المنصب بتاعه وعين الحارس الشخصي بتاعه. وانا متوقع بنسبه كبيره ان ايجون هو اللي هيكون سبب في بدايه الحرب دي. تقييم الحلقه بالنسبه لي هو 7.5. زي ما قلت الحلقه كانت كويسه بس برضه كانت ممله شويتين. انا متوقع ان ايجون هو اللي هيبدا الحرب بس مش في الموسم ده، ومتوقع برضه ان ايجون هيتقتل في الاخر. يا ريت لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك في الفيديو وسبسكرايب للشانل. اشوفكم على خير في حلقات كتير جايه، وسلام.